رجعنا لكم أعزائي المستمعين وأعزائي المشاهدين من خلال صفحة الفيسبوك، وهذه عودة للشاعر الأستاذ محمد الكعبي. حياك الله أستاذ محمد. أستاذ محمد، قبل الفاصل طلبت منك قصيدة للوطن. نعم. أو قصيدة مثلا للشهداء الوطن، شنو اللي يعجبك؟ بالبداية راح أقرأ لك بيت أبوذية للحشد. يستاهلون. وبعدين أقرأ قصيدة للوطن. أحسنت. لأن هم الشهداء أكيد ضحوا من أجل الوطن. طبعا. أقول عراق وما خنت فد يوم شعبي. عراق وما خنت فد يوم شعبي، الكون أظلم ونور الحشد شعبي. أكتب لك شعر واللون شعبي، وامضى ودارمي وبيت أبوذية. أحسنت. أحسن الله لك. القصيدة أقول بيها يعينك الله يا وطن، قل لي جنيت بس غدر وهموم من إخوانك، والمصايبهم حضرت انت وبديت، قاتلت ياما السبب إيمانك. نهر إلهم صرت وابدا ما حكيت، ومن ردت ما يقطعوا نهرانك. من جثث ولدك حضار لهم بنيت، ومن بنوك بشرف هدموا بنيانك. ومن بنوك بشرف هدموا بنيانك، وقلبك من فتحته للخو نويت، وبغباوة جاوزوا حيطانك. انت أول بالحضارة ودونهم أول طحت، تمرض تعاني غدرهم لكن أبدا ما متت. أحسنت. الوطن ما يموت إن شاء الله. أكيد. الوطن يمرض ولا يموت. أكيد. أستاذ محمد، شنو المقومات اللي يحتاجها الشعر؟